ننتقل إلى البيت الذي بعده ونراه على الشاشة، وهو قوله تعالى: وصل فإن لم هود. الآن الكلام أيها الإخوة على مجيء كلمتي فإن مع كلمة لم، مجيء كلمة إن مع كلمة لم. إن لم، إن لم، إن آخرها نون ساكنة، ولم أولها لام، ونحن نعلم أن النون الساكنة تدغم في اللام، ففي مواضع معينة في القرآن العظيم كتبت إن لم على نية الإدغام، يعني من غير نون، وهذا دليل على أن الإدغام واجب، دليل من الخط، غير الأدلة النقلية عن شيوخنا بأسانيدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث النقل الصوتي، هذا دليل كتابي، وهو قوله تعالى: فإن لم. فإن لم جاءت موصولة يعني على نية الإدغام في موضع واحد، وهو قوله تعالى في سورة هود الآية 14: فإن لم يستجيبوا لكم. فإن لم هكذا من غير نون، فإن أردنا أن نقف عليها كاملة ونقول فإن لم، ولا يصح البتة أن نقول فإن، لا يصح، لأنها لم تكتب مقطوعة، وليس في الخط ثمة نون كتبت على نية الإضافة، فالوقف على الآخر على الكلمة الثانية فإن لم، فقط في سورة هود فإن لم يستجيبوا لكم. أما في بقية القرآن فكتبت فإن لوحدها ولم لوحدها. وعندما نصل أيها الإخوة لا فرق بين المقطوع والموصول، يعني سواء كانت مكتوبة بنون أو بغير نون على نية الإدغام أو على العدم أو على كون على الأصل، كل كلمة لوحدها نقرأها فإن لم ولا نون في اللفظ وصلا. لكن الخلاف إن اضطررنا أو اختبرنا، هل نقف على فإن؟ في هود لا يصح، في هود لابد أن نقول فإن لم، كلمة واحدة، الكلمتين كالكلمة الواحدة. وما عدا موضع هود فإن رأيناها فإن لوحدها ولم لوحدها، فلنا اضطرارا أو اختبارا أن نقول فإن. واضح أيها الإخوة؟ بارك الله فيكم. نرى ذلك على اللوحة. قال الجزري رحمه الله: وصل فإن لم هود، وسكت عن الباقي. إذن ما عدا سورة هود فمقطوع.